السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم أملو بطريقة ديال الزمان، طريقة اللي كتكون سهلة وبسيطة، خطوة بخطوة غادي نتحصلوا على واحد النتيجة فيه بنينة في المذاق. فغادي نخدم هنايا بالنسبة للوز اللي كتكون فيه الحبة مقسومة حتى الحبة صاينة، باش كنشوفوا بأن راه ما تيكونش فيه فرق نهائيا بالنسبة للون ديالو. أول شي كناخدو الكمية اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا كيلو، كنغسلوه مزيان. ضروري أننا نغسلو مزيان الحبات ديال اللوز، سواء خدمنا باللوز ولا بالكاوكاو، فمن الأفضل أننا نغسلوه مزيان. هكا كتكون عندنا واحد النتيجة بنينة في المذاق. نفس الطريقة غادي نديرها للحبات نتاع اللوز اللي كيكونوا صاينين، فراه ما كاينش الفرق سوا درنا هاد النوع هذا ولا الحبات اللي كيكونوا صاينين، لأن القشرة راه هي اللي كتعطينا اللون وكذلك المذاق. فمن الأفضل أننا نخليوه بالقشرة ديالو. حتى بالنسبة للكاوكاو كنقطروه هكايا من الزيت ديال الما وكنحطوه في شي لاطا ولا شي منديل حتى كينشف مزيان. نفس الطريقة غادي نديرها للحبات ديال اللوز اللي كيكونوا صاينين. من بعد كنقيوه من الحجر ولا من الشوائب اللي كيكونوا فيه، عاد كندخلوه الفران باش كيتحمص. وهنا بالنسبة للفران كنركزو على الطريقة ديال التحميص ديالو، هي اللي كتعطي النتيجة في البنة. كنسخنو الفران وكنديرو النار حتى تكون شي شوية متوسطة، من الأفضل تكون مهيلة، ونخليوه يتحمر ولا يتحمص على خاطرو حتى كنتحصلو على هاد النتيجة اللي كتكون فيه الحبة محمرة ولا محمصة بدون أننا نحرقوهم. فهنايا السر ديال البنة كاملة في الطريقة ديال التحماص. أنا ما كنديرش فيه السكر وما كنديرش فيه العسل، كنطحنو كيما هويا وكيجي بنين في المذاق. صافي هنا بالنسبة للطريقة ديال الطحن ديالو على حسب الآلة ولا الطحانة اللي كتكون عندنا. بالنسبة ليا هنايا غادي ندوزو في الهاشوار هو الأول، كنديرلو هاد الترميشة باش كيسهل أنو يتطحن ليا مزيان في مولينيكس. من الأفضل أننا نبداو هكايا في الطحن ديالو هو باقي دافي ولا سخون باش كيسهل أنو يتطحن مزيان. صافي هنا ملي كنديروه في الطحانة ديال المولينيكس هكايا كنبداو نضيفو الزيت باش كتسهل أنها كدور مزيان وكتطحن. بالنسبة للزيت اللي كتكون فيه بنينة، من الأفضل أننا إلا درنا زيت زيتون نديروها زيت اللي كتكون حلوة ولا زيت الأركان باش معروف، ولا حتى الزيت ديال نوار الشمس حتى هي كتكون مزيانة. غير ما نديروش زيت المائدة راه ما كتعطيش فيه مذاق بنين نهائيا. أما بالنسبة للحلاوة فكتبقى اختيارية، أنا ما كنستعملهاش فيه نهائيا، خاصة هكايا أملو ديال اللوز. غير كنركز أن الحبات فيه يكونوا محمصين مزيان باش كيعطيونا نتيجة بنينة. صافي هنا نفس الطريقة غادي نستعملها بالنسبة للوز اللي كيكونوا فيه الحبات صاينين، باش كنشوفوا بأن راه ما كاينش فرق بالنسبة للون ديالو، لأن القشرة هي اللي كتعطي اللون. كنركزوا أننا نحمصوه مزيان حتى كنتحصلوا عليها محمرة من الداخل. صافي وكنطحنوا بهاد الطريقة اللي كتكون جد عملية. إلا كانت عندنا مولينيكس ما كطحنش لينا مزيان فنديروا له هاد الطريقة. يمكن لينا نطحنوه في المحلات اللي كيطحنوا هاد النوع ديال الأكلات، فراه غير كنقيوه مزيان ونحمصوه في الدار ومن بعد كنديوه للمحلات اللي كيكونوا مختصين وراه كيطحنوه بدون زيت، حتى كنجيبوه للدار عاد كنضيفوا له القياس ديال الزيت على حسب القوام اللي بغينا فيه. أنا خدمتو معاكم بهاد الطريقة اللي حتى هي كتكون عملية وبسيطة وسهلة، وكنطحنوه مزيان كيجي كريمي في القوام ديالو. كما كتشوفوا راه ما تيكونش فيه فرق نهائيا سواء درنا الحبات اللي كيكونوا مفروقين ولا صاينين. بالنسبة للحلاوة ما كنستعملهاش فيه نهائيا، راه كيكون حلو في المذاق وكتبقى دايما الحلاوة اختيارية. أهم شي بالنسبة للأملو سوا درنا ديال الكاوكاو ولا ديال اللوز نراعيو أننا نقيوه مزيان من الشوائب ونحمصوه مزيان على نار كتكون شي شوية متوسطة حتى كيتحمص لينا الحبة كتكون محمصة من الداخل وما كنحرقوه شي. والحبات اللي كيكونوا محروقين ما نجمعوهم شي مع الحبات اللي كيكونوا مزيانين باش ما كيعطيوناش المرار في المذاق، لأن راه واخا تنبداو نضيفو له السكر ولا الحلاوة ملي كيكونوا فيه الحبات مرين راه تيبقى مر في المذاق ديالو.
جربوا أكيد غادي يعجبكم. إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.